اللي ما خدش عيسى مندي ليه؟ استنى اقول ما هو كان بغداد بنجاح كان مشارك. لو لما ما خدش بغداد، لما ما خدش بغداد بتقول ما خدش بغداد ليه؟ ما هو كده مرحله الاحلال والتجديد يا وحيد بديهيات. التجديد ان انا كبار السن انا متابع للمنتخب الجزائري وتابع مستويات اللاعبين. هقول جملتي صابر متابع بعد صابر هقول جملتي انا عايش هو ممكن تابع المدرب في المرحله هقول جملتي انتم صحفيين متابعين بالاخير يا وحيد. سيبك تكمل. عمليه الاحلال والتجديد بطبيعه الحال لابد ان استغنى عن بعض اللاعبين كبار السن اللي من يتناسب مع منظومه بغداد بنجاح. يا صابر انت اقرب من الوحيد للجزائر، انت اقرب من الوحيد للجزائر يا صابر. طيب من حق يفصل نبيل. تفضل يا وحيد. عيسى مندي كل جمهور جزائري يعرف انه سبب النكسات الاخيره للمنتخب الجزائري في وسط الدفاع. هل يعقل المدرب لا يعلم هذا الشيء؟ لا يا صابر خليني نكمل لك. الهدف الاول للمنتخب. شوف انت بتغرق في التفاصيل، بتسيب العناوين الرئيسيه وبتغرق في التفاصيل. كوره خطا لمسه. مش ممكن ان انا اقيم منتخب واقيم مسيره واقيم المنتخب الجزائري خلال السنوات الاخيره نقاط ضعفه في قلب الدفاع بوجود بس وحيد وكذلك في نقطه وحيد يردد اكثر من مره صابر انك انت قاعد تغرق وانت تغرق. يعني كان غير منطقي في وجهه النظر وليس ولا تلمس الجرح بانتظار الجرح. صابر تابعته كثير وتابعته وكان معانا في المسائي. لا يريد تحميل المدربين مسؤوليه الفشل. هو مش ليش هو اصدقائه الا حسام حسن. المدرب مش خالتي. الا حسام حسن. يقول لك المدرب مش ذكرت الا حسام حسن كان يحمل له مسؤوليه فقط. اما حسام باقي حسن المدربين يقول هناك لاعبين. يا اخي المنظومه هذه شكون يكونها؟ من يكونها؟ يكونها المدرب. هو اللي يقود هذه السفينه. اذا كان هذا المدرب اين تذهب مع صابر؟ يعني في وجهه النظر اين تذهب؟ اذهب ان المدرب سبب هذا الفشل هو المدرب لوحده. وخلينا من الاتحاد الجزائري. طيب الاتحاد ما جدد مع المدرب قبل كاس العالم وكان من المفترض ان تكون هذه التجربه محل تغييم وكل تفاصيلها يجب ان تكون حاضره في مثل هذه المشاركه وعلى ضوءها اما ان يستمر او ان يتم استبداله. يا مشارك تفضل. يجب ان تكون هنالك مساءله للاتحاد الجزائري على السبب الذي يجعل هذا الاتحاد يجدد عقد المدرب قبل خوض كاس العالم. فقط مساءله. فقط مساءله. فقط المساءله. اذا كان يقال اذا كان يقال او يستقيل. يقال او يستقيل. بس مساعد الجهه. لا نبيل عندكم. القرارات لا تتخذ بالطريقه هذه لانه مساءله. طيب القرارات لا تتخذ لكن الشارع والجماهير الجزائريه حزينه. اكيد حزينه. دائما ما كانت حاضره في اكبر مناسبات. الجمهور الجزائري يحمل المدرب. يا اخي نبيل ذكر نقطه جدا مهمه. نبيل ان يخرج امر طبيعي، ان تخسر كذلك امر طبيعي، لكن ان تؤدي فين الروح؟ ان تقاتل ان تحضر الروح. فين ما ذكرش اللعيبه خالص يا مشاري. بس لا يكمل يا مشاري ما ذكرش اللعيبه خالص. ما ذكرش اللعيبه خالص ولا الروح. هو وحيد ما اتكلمش عن اللعيبه كله المدرب. يقول لك زي بس دقيقه يقول انت ما ذكرت اللاعبين. فين الروح في الملعب؟ خليني اعطيك معلومه تعرف نفسيه اللاعبين. هل تعلم أن نصف التعداد المنتخب لا أتحدث عن نصف، أغلبية الكوادر المنتخب الجزائري لا يريدون العمل مع هذا المدرب. أعطيك مثال فقط. ريان محرز تعرف ما حدث في مباراة الأرجنتين؟ ذهب إلى اللاعب بيتكوفيتش في يوم المباراة قال له بصراحة العبارة tu vas pas jouer aujourd'hui لن تلعب اليوم. معلش يا مشاري لازم نعلق على يعامل بهذه الطريقه يا مشاري معلش لازم هل هذا مدرب انا لو كلاعب بحمل شعار منتخب الجزائر وانا مش راضي على المدرب فاقوم اظهر بالصوره دي في الملعب. خليني اكملك يا صابر موضوع انا راح اجاوبك. انا مش عايز اطلق الفاظ خليني تحسب عليا ولكن انا صابر خليني نجاوبك. انا سمعتكم نبيل ومساعد يفصلون في الجزئيه لان الكلام خطير. ما انتظرنا ان ينتقد اللاعبين، هو حمل المدرب ان يوجه استفسارات وعلامات قد تكون نوعا ما لوم للاتحاد الجزائري. لم يذكر وحيد هذا الشيء. لا ذكرت يا صابر. لا انت رحت المدرب. مساعد اول طيب برجع لك وبنسمع منك ماذا تقول للاتحاد الجزائري بعد ما نسمع من نبيل ومساعد. لا بس لا عشان الوقت برجع لك. نبيل ومساعد. نبيل. الجماهير الجزائرية في تصريحاتهم اللي سمعناهم لخصوا كل شيء وحطوا إصبعهم على الدال. أهم شيء وأخطر شيء وما يزعج الجماهير الجزائرية، وأزعم أني قريب من الجماهير الجزائرية، أنها تشوف منتخبها بدون روح. اخسر، ما عندهاش مشكل أنك تخسر. الجمهور الجزائري ما عندوش مشكل أنك تخسر، وخسرت يعني تخسر أمام الأرجنتين، تخسر أمام منتخب أقوى منك، أوكي، بس تخسر أمام منتخب
لا يشعر أنه يلعب أمام منتخب محاربي الصحراء. تعرف شو يعني محاربي الصحراء؟ يعني ناس القتال والعناد. هل شفنا هذا في المباراة؟ هل شفنا ولو للحظة شيء من هذا في المباراة؟ تقبل الهدف الأول، تقبل الهدف الثاني. لا يمكن واحد يكمل. لا 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 ما تعطيه السؤال، بيكمل فكرته بعدين أعطيك تحت فرصة كاملة. ويا مساعد تفضل. لا يمكن أن نضع كل هذا على المدرب. من اختار المدرب؟ من قرر تجديد العقد المدرب قبل الدخول إلى المونديال؟ خلينا نشوف. كلهم يتحملوا المسؤولية. أول شخص يتحمل المسؤولية هو المسؤول. أنا دايما أنت وصابر اتفقتوا على اللاعبين والروح القتالية. إلا وحيد لم يذكر هذا الشيء. برجع لك مساعد تفضل. شوف يا أستاذ، أنا لما أشوف كرة القدم، إحنا كرة القدم الآن كتاب مفتوح للعالم كله، كتاب كل يستطيع أن يقرأ الآن حتى الصغير ب 16 سنة 15 سنة الآن يقرأ كرة القدم، يشوف الدفاع اللي متقدم حق الجزائر. أنا أجي أقول من لاعبين كثرة الأخطاء والتمريرات كله من الدفاع المتقدم، ينضرب بسرعة. هذا عمل مين؟ لاعبين. أنت لما تكلمني عن تاريخ محاربي الصحراء مع احترامي وتقديري لك، فيا أخي أنا تصدر الروح مني من خلال العمل الجيد اللي قدمه لي المدرب. صحيح. احنا ليش نتكلم عن فرنسا حتى خادم المهاجمين؟ ليش؟ لأنه حاط محورين ثابتين اللي هو حاطهم يقطعون كل كرة تجي مساعد. بس في لاعبين، في نجوم. أين اللاعبين؟ سامحني لما تدخل في الثنائية. خلينا نكمل فكرتي. أنا لما أجي أقول لك اللاعبين وما اللاعبين، يا أخي هذا كلام والله أنا أعتبره كلام لا يمثل واقع الجزائر اللي شفناه. الجزائر 4 مباريات نفس الشيء. يا صابر أنتوا نبيل كلامكم لا يمثل الواقع. هذا قصد مساعد. هذا ما قصدي أنا. هذا قصدك. الكلام اللي أنا أتكلم عنه 4 مباريات شاهدناها الجزائر. إحنا جالسين هنا هنا على اساس نتابع المباريات ونحفظها ونكررها على اساس نطلع وصابر ونبيل جالسين شنو؟ شوف هم جالسين شنو بس؟ نبيل يتكلم عن تاريخهم المحاربين. أنا تاريخ الشوط الثاني امام الاردن هو تاريخ الجزائر. يا اخي انت شفت الرجوع يا نبيل خليني اكمل فكرتي. يا نبيل احنا عندنا حتى فيه كل منتخب له صفه، هذا الصقور وهذول كذا. هل نبي نشوفهم في الملعب على طول انهم يا سادي يا سادي اللي حصل خليني اكمل لك يا نبيل. لا تتكلم شو؟ انا ما قاطعت. انت تتابع اكثر مني منتخب الجزائر. انا اعرف منتخب الجزائر زيك. لا انا زيك واكثر منك. محاربي الصحراء انا احسن من انا عفوا انت تكرم طبعا. شوف نبيل الصوت بس الصوت. خلينا نكمل. كمل شو دخلنا عليه كمل تفضل قول. شوف قول. انا اختم فيها عشان صابر. انا النقطه الثانيه لانك انت صراحه اسقاطاتك على صابر ونبيل كبيره الصراحه. صابر حبيبنا صابر اليوم يقول لك ايش؟ انه واللي حصل في اخر المباراه انه التكاسل الجزائري والتكاسل الجزائري. يا اخي عمليه التكاسل اولا حتى الفيفا نفاها، الجانب الثاني هذا يا اخي فيه اتهام حتى يا صابر. النقطه الثالثه لا النقطه الاهم يا اخي والله ضيعتوا النقطه الاهم. انا من حقي كمنتخب اني اختار الفريق اللي يلعب.